أبدأ يوم وياكم بالصلاة على محمد وآل محمد، ويا مساء الخير يا مساء العافية عليكم حبيباتي صديقاتي متابعات قناة مطبخ العراقي. وهسه هنا طبعا عندنا روتين تنظيف وفرش مالت الشتاء، وبنفس الوقت هناخذ موضوع وهسه هنا راح ناخذ موضوع عن قطيعة الرحم وعن الحقد والكره بين الأخوة والأخوات والأقارب، وهذه الأشياء دائما هي موجودة بواقعنا ومستحيل نقدر نمحيها، لأن هذا واقع ملموس عايشينه إحنا بواقعنا. نشوف قطيعة الرحم والغل والحقد موجود بين الأخوة، مثل أخوة يوسف. طبعا القرآن كل الحكم به، إحنا ناخذ عبرة بحياتنا من القرآن وقصص الأنبياء اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها بالقرآن، وحياة الأنبياء وإحنا ما عايشين بواقعهم وشلون كانوا عايشين، لكن اللي فسر لي وقتهم واللي خلاني أشوف وقتهم القرآن من ذكرهم، خلاني أشوف اللي عايشينه، مثل قطيعة الرحم بين الأهل والأذية اللي تجينا من أقرب الناس إلنا، مثل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حاربوه عمامه، وكان عمه أبو الحكم كان أكثر بشر يكرهه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعمه أبو لهب كذلك حاربه، وكذلك كان تاجر وقفوا بوجهه وحاربوه. بنات هنا فتحت النوافذ والبرد شوي حتى البيت يتهوى ويدخل لها، وحتى لو كان جو شتاء أنا همينة أفتح الشبابيك. ونكمل قصتنا. ونفقوا أموال طائلة في سبيل يوقفون الدعوة الإسلامية وساندته وآزرته زوجته اللي نزلت بيها آية تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها بالقرآن، لكن ذكرها بالسيء مو بالحسن، لأن كانت تكره وتحقد على النبي محمد وأقرب الناس إليه هم عمامه، مثل النبي يوسف عليه السلام كان صغير فأجته رؤية فحكاها الوالدة النبي يعقوب عليهم السلام، وقال له من تكبر راح تصير نبي، فأخوته من سمعه أخذوه ورموه بالبير وقتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته أحياه. هذا حقد وكره من أقرب الناس إليه اللي هم أخوته، كانوا يظنون أنه القوي هو اللي يورث النبوة، والنبوة تجي عن طريق القوة وعن طريق الوراثة. بنات هنا هاي الوصلة مرطبتها فقط ودا امسح، يعني فقط من الغبار، وحتى الغبار يعني ماكو، لأنه كنت فارشة عليه المفرش فانضاف يعني، بس هو هذا لازم التنظيف ننظفه قبل الفرش مال الشتاء. هالشكل نكون نظفنا التخم وكملنا. بنات هذا الفراش هسه حنفرشه فراش، ونكمل قصتنا عن طريق الوراثة من أبوهم، فأخذوا يوسف لأن راح يصير أعلى منهم وأقوى منهم، وأخذوا ورموه بالبير، بس الله سبحانه وتعالى بحكمته رفعه وخلصه من البير وطلعه، وفعلا صار عزيز مصر وصار نبي وصار أعلى من عندهم. وأتمنى تكونون أخذتوا حكمة أو عبرة من قصتنا لهذا اليوم عن الأنبياء أو عن الحقد والكره اللي
موجود عند الأقارب وعند الأخوة والأخوات بيناتهم. أتمنى تاخذون حكمة أو عبرة، وأتمنى إنه ما تقطعون صلة رحمكم مهما كانت الخلافات. أتمنى تبقون أخوان، يعني حتى لو شو مسوي أخوي أني أبقى أذكره بخير وأبقى أوصله وأروح له ويجيني وما أقطع بيه. أتمنى تكونون استفادتوا من هذه القصة. بنات هنا أنا راح أملي هذا الفراغ وأفرشه بزولية هنا هاي المنطقة، راح أفرشها بزوالي هنا اللي بين الديوان وبين الفراش، ما راح أبقيها فارغة، راح أفرشها بزوالي. هسه أكو مناطق طبعا فارغة ما بيها فراش، فإن شاء الله من الله يرزقني راح أكمل فرشي وأشتري فراش وأفرش. طبعا بنات مكافأة البيت بعد التنظيف التعطير، فهنا لازم نعطر البيت بعد ما ننظفه. نرش المعطر، عطره شوية وهذا العطر كلش حلو. بنات هاي الجلسة أو الديوان مال الصالة هذا لونها قهوائي أو قهوائي وجوزي، يعني لونين بيها، بس مو هالقد واضح بالتصوير إذا تشوفون أمامكم، يعني مو هالقد. هنا إن شاء الله أمليها الصالة. بنات هنا بعد تعب طبعا راح نسوي طبخة سريعة وهي مرقة بامية. هاي البامية هنا أنا غسلتها ونظفتها هي والثوم، وهسه راح أتوجه للطباخ. طبعا هاي نهاية البامية، نودعها يعني هاي وداعية البامية. بنات هنا هاي اللحمة طبعا أنا سالقتها واستويت طلعتها من القدر، بس راح أبدي أشوحها. هنا بنات مسكتها بالقدر وراح أبدي أشوحها تشويحة بسيطة. طبعا أنا سالقتها بورق الغراج والبصل، مسكتها بالبداية شوحتها ماكية وبعدين سلقتها بصلها ماي، فاستوت هسه مستوية. نعلي شوي النار عليها خليها تتشوح شوي تاخذ لون ونكهة، وأضيف البامية عليها. البنات نقلبها ونشوحها بالشكل هذا. شوفوا اللحمة كانت على شلون يعني خلاص صار معي نشوح البامية على نفس اللحمة عالطريق. هنا بنات راح أبدي أضيف ملعقة من النعناع فقط، وأبدي أشوحها مع البامية واللحمة، ومن بعدها بعد ما أشوحها أكمل أضيف سوق اللحم حتى ينطي طعم. وإذا حابين تضيفون ماجي عادي ترهم، أنا لأنه عندي سوق ما أحتاج الماجي، راح أضيف السوق. بنات هنا أبدي أضيف السوق ونقول بسم الله. بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يردوها كلش خفيفة، يحبوها ثخينة، فما راح أضيف هواي، يعني شي بسيط وقليل لحتى تصير شوية ثخينة وطيبة. هنا بنات استوت البامية، سدكت وصارت جاهزة، هسه هنصبها وياكم، وسهلنا وسهمكم والعافية. هنا صبيناها، شوفوها، شوفوا شكلها ولونها وطعمها. طبعا احنا نقولكم عليه ايش قد طيبة. هنا اريدكم تخلون لايك وتشتركون بالقناة. شوفوا يعني شلون، وانطوني رأيكم بها إذا كانت حلوة وتخفض. شوفوا ايش قد حلوة، شوفوا بس اللون ايش قد حلو يشهي. يعني إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك، تعليقاتكم الحلوة، فعلوا الجرس، شاركوا الفيديو مع الأصدقاء، وصلوني لأكبر عدد ممكن.